أهلا بيكم مستمعينا الكرام جمهور قناة تطور. في حلقتنا النهاردة، مين فينا مجربش الإحساس ده؟ تقول لنفسك يعني خلاص بجد هذاكر من بكرة. أو الأسبوع الجاي أكيد هبدأ. بالظبط. شعور التأجيل ده خصوصا في المذاكرة أو الشغل، إحساس كلنا عارفينه كويس. نبدأ كده بحماس وبعدين فجأة نلاقي الدنيا كده أم، اتكركبت فوق دماغنا. ونحس إن الوقت بيجري من غير ما نعمل حاجة مفيدة بجد. فعلا. والمصادر اللي معانا النهاردة بتدخل جوه المشكلة دي قوي، بتحاول تفهمها وتقدم لنا أفكار تساعدنا نتعامل معاها. خلينا نشوف كده ممكن نطلع بإيه. النقطة دي مهمة جدا. المصدر اللي بنبص فيه بيسمي التأجيل ده العدو الأول، يعني مش مجرد كلمة. العدو الأول دي كلمة قوية. قوية فعلا. والمهم هنا إنه مش بس بيوصف المشكلة اللي على الوش، لا، ده بيغوص في العواقب بتاعتها، الحاجات اللي ممكن ما نشوفهاش دلوقتي. الفكرة إن التأجيل ده لما بيتكرر مش بس بيضيع وقت وخلاص، لا، ده ممكن يكسر حتة من ثقتنا في نفسنا. على المدى الطويل تقصد؟ أيوة، على المدى الطويل. وبيخلي فرص حقيقية تفوتنا، شغلانة كنا بنحلم بيها، مهارة كان ممكن نتعلمها تفرق معانا. المصدر بيحذر إن التأجيلات الصغيرة دي اللي بنعملها كل يوم ممكن تعمل فجوة كبيرة بين اللي عايزينه واللي بنعيشه فعلا. وده يرجعنا للسؤال اللي الطرح بيسأله: هل إحنا واخدين بالنا إن كل مرة بنختار نأجل إحنا بنرسم شكل مستقبلنا؟ المصدر بيقول إن الوقت اللي بيروح ده خلاص راح، مش هيرجع. صعب أوي الإحساس ده. جدا. وبيخليني أفكر إزاي قرار يبان بسيط قوي زي هعملها بعدين ممكن يكون تأثيره عميق كده. التحليل بيحطنا قدام الاختيار ده بوضوح: يا نستسلم للتأجيل يا نقرر لأ، نقف ونغير الطريق. ومن هنا الطرح بينتقل للحلول العملية. وأهم حاجة بيركز عليها هي كسر الحاجز النفسي ده، إنك تبدأ. بس تبدأ إزاي لو الحاجة كبيرة قوي؟ ما هو ده الكلام. تبدأ فوراً حتى لو بخطوة صغيرة قوي رمزية. الاستراتيجية الأساسية هي تقسيم المهام. لو مهمة كبيرة ومعقدة قسمها أجزاء صغيرة واضحة تقدر تعملها. يعني مش مجرد تقسيم وخلاص؟ لا طبعاً، التقسيم ده لازم يطلع منه خطوات تقدر تعملها دلوقتي حالاً. بدل مثلا ما تقول هذاكر الفصل كله، لا، قول هقرأ أول صفحتين ولخصهم. حاجة تقدر تبدأها، ده بيخفف الحمل قوي. وبيخلي فكرة البداية نفسها أسهل. بالظبط. في جملة بتلخص ده: مفيش حاجة بتكون كبيرة لو قسمتها صح. فعلا الجملة دي منطقية جدا. وحاجة كمان لفتت نظري في الكلام ده هي فكرة التحدي. التحدي ازاي؟ يعني مش مجرد إنك بتعمل واجب عليك وخلاص، لأ. المصدر بيقول إن إحساسك إنك بتتحدى نفسك وبتتغلب على صعوبة حتى لو صغيرة، ده بيدي قيمة أكبر للمجهود، بيزود الحافز جواك. كل خطوة صغيرة بتنجح فيها، يعني مثلا تذاكر حتة كنت مأجلها، بتديك طاقة كده ورغبة تكمل. فهمتك، زي لعبة كده. أيوة، كأن المصدر بيقولك حول المهمة دي من مجرد واجب تقيل لتحدي شخصي أنت بتستمتع إنك تعديه. الدعوة هنا واضحة: ابدأ التحدي ده النهاردة، ما تستناش. وهنا بقى بنوصل لحاجة ملهمة قوي في المصدر، وهي إنه بيأكد إن التغيير ده مش بيحصل فجأة. يعني مفيش حل سحري؟ مفيش حل سحري. التقدم ده عملية تدريجية خطوة خطوة. لكن المهم إنك تؤمن بقوة التراكم، إنك تبدأ النهاردة حتى لو بخطوات بسيطة جدا. هو ده اللي بيبني الأساس لتغيير حقيقي في قدراتك وحتى في شخصيتك على المدى الطويل. يعني كل خطوة بتفرق؟ كل خطوة بتفرق. المصدر بيربط بشكل مباشر بين الشغل اليومي مهما كان صغير وبين تحقيق الأهداف الكبيرة، وبيكرر رسالة قوية جدا: كل يوم إنجاز هو خطوة جديدة نحو هدفك. وعلى الناحية التانية، كل يوم بتستسلم فيه للتأجيل دي مش بس فرصة ضاعت، دي ممكن تكون خطوة لورا. الفكرة كلها إنك تبني عادة الإنجاز. يبقى كده الخلاصة اللي طلعنا بيها من المصادر دي واضحة ومباشرة: التأجيل ده فعلا عدو لتقدمنا. مفيش شك. لكن نقدر نواجهه، والمفتاح إنه يبدأ في قرار واعي إنك تبدأ فوراً، مع استخدام بقى الاستراتيجيات العملية دي زي تقسيم المهام وخلق حافز جواك عن طريق التحدي. والأهم الصبر والإيمان بقوة الإنجازات الصغيرة دي لما تتراكم فوق بعضها. المستقبل اللي بنتمناه بيبدأ بالخطوة اللي هناخدها النهاردة. وفي الآخر خالص، المصدر بيسيبنا مع سؤال مفتوح كده للتفكير، ويمكن ده أهم سؤال في الموضوع كله. اللي هو: بعد ما عرفنا كل ده عن التأجيل وتأثيره وإزاي ممكن نواجهه، السؤال هو: هتبدأ منين؟ هتبدأ منين؟
مش بس إمتى هتبدأ، لأ، تحديداً إيه أول خطوة عملية فعلاً هتاخدها عشان تكسر الدايرة دي في حياتك؟ سؤال محتاج وقفة بجد. سؤال قوي جدا ويستحق التفكير. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بنشكركم جدا جمهور قناة تطور على حسن استماعكم، ونتمنى تكون الأفكار دي مفيدة وملهمة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.